حطي اللبن على البطاطس ومش هتندمي. بصي يا ستي، كل الحكايه هتجيبي البطاطس اللي حجمها صغير مش اللي حجمها كبير. يفضل البطاطس اللي هي بتاعه الطبخ مش بتاعه التحمير. طبعا إن البطاطس اللي انا جايباها هنا اللي فيها النقطه الحمراء يعني في الاساس دي بتاعه التحمير، وممكن تمشي كمان للسلق. بس الافضل البطاطس اللي هي ما فيهاش النقطه الحمراء، يعني البطاطس الطينيه هي افضل حاجه للوصفه ديت. بتطلع معاكي بصي كريمه. المهم يلا بقى نكمل بقية الوصفة. غسلت البطاطس كويس قوي، وعلشان انا جايباها الحجم الوسط بقسمها النصين. حاولي ما تقطعهاش لاكتر من كده علشان ما تتهرش منك. لو جايبه البطاطس القوالب يبقى هنقول نقسمها لثلاث قطع بس. ويفضل ان انت تجيبي البطاطس اللي حجمها اصغر من كده علشان تسلقيها على طول من غير ما تقسميها، بس هتشيلي حته من القشره تسهل عمليه السلق. حطي كميه كافيه من الميه تغطي البطاطس علشان تدخل في السلق، وكمان هحط لها شويه من الملح. ما تكتريش من الملح، هقولك ليه دلوقتي. غطي بقى الحله دي وارفعها على النار. تاخدي بالك من البطاطس ان هي ما تتهراش. بمجرد ما هتتسلق اوعي تفتحي عليها ميه بارده، صفي منها بس الميه السخنه وسيبيها تبرد لوحدها شويه. لانك لو حطيتي ميه بارده على البطاطس دي وهي سخنه القشره بتاعتها هتلزق فيها وهيبقى صعب تقشيرها. سيبيها تبرد مع نفسها وبعد كده قشريها بمنتهى السهوله. هاتي بقى الهراسه بتاعه الفول وابدأي او بالشوكه، وابدأي اهرسي البطاطس كده شويه، وهنحط لها شويه ملح ورشه من الفلفل الاسمر، وكمان حطيت ربع كوبايه من الزبده او السمنه البلدي المتوفر عندك. المهم ان انت بتحطي لها شويه زبده حلوين. على كيلو البطاطس حطيت ربع كوبايه. وحطيت فصين من التوم، ما تزوديش من التوم، هما فصين بس. حابه تحطي توم باودر يبقى اقل من ربع معلقه صغيره. ما تكتريش من التوم، هي مجرد بس يديها ريحه، وهتلاقي طعم التوم ظاهر برضو في الوصفه دي. ولو وصلتم معايا لحد هنا في الوصفه اتمنى ان انتوا تقولوا لي بتتابعوني من اي بلد علشان اعرف ارحب باصدقائي اللي موجودين معايا. وعلشان البطاطس دي تبقى كريمي معاكي زي بتاعه المطاعم بالظبط هتضيفي حوالي كوبايه من اللبن الدافي مش اللبن الساقع. بيخلي البطاطس دي تبقى كريمي زي بتاعه المطعم بالظبط. كيلو البطاطس حطيت حوالي عليه كوبايه من اللبن. اهرسيها كده هرستين ثلاثه، وكمان حطيت عودين من البقدونس بيودي الطعم في حته تانية. كده عملتي طبق بطاطس حلو قوي بيبقى مع المشويات، وكمان ده يتاكل لوحده في سندوتشات. وبألف هنا.